بعد لقاء الزمالك وبيراميدز في المؤتمر الصحفي كان في صحفي بيوجه سؤال لاحمد عبد الرؤوف، فاجابته كانت بيقول ان هو بقاله 3 ايام ما نامش بسبب ان هو بيستعد للماتش بتاع بيراميدز. وقال لك مش خوف، انا مش خايف، يعني مش بقالي 3 ايام ما بنامش عشان خايف، انا بقالي 3 ايام مش بنام عشان بفكر في حلول وازاي اقدر اوقف فرقه بحجم بيراميدز. ان انت ما بتلعبش فريق عادي، انت بتلاعب بطل افريقيا، بتلاعب بطل افريقيا وبطل السوبر الافريقي، فانت ما بتلعبش فرقه عاديه. الحقيقه في حاجه خدت بالي منها، ان ردود كابتن احمد عبد الرؤوف دايما ردود تليق بمدير فني لنادي الزمالك، ولا هو بيستقل بالفريق اللي بيتكلم عليه، ولا هو بيتكلم الصحفي بطريقه وحشه، ولا بيتعصب من السؤال، ولكن هو مدير فني ابن نادي الزمالك بهويه الزمالك وكاريزما الزمالك والطريقه اللي تليق بالمدير الفني لنادي الزمالك. بجد كل الدعم للكابتن احمد عبد الرؤوف. انا عارف ان هو لسه مدير فني شاب، لسه قليل الخبرات، ولكن هو بدأ كبير. اتمنى انه فعلا يكون قد المسؤوليه. هو بصراحه عمل النهارده ماتش عالمي، اهم ماتش في تاريخه كمدرب. ان شاء الله ان شاء الله لو قدر يكسب السوبر المصري، اتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يكمل المهمه. والله ممكن نكسب مدير فني محترم، ابن من ابناء نادي الزمالك، وفعلا واحد شايف شغله بضمير.